السلام عليكم الإخوان، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ راكم مزيانين؟ اش كتعاودوا بخير؟ إخوان، جيت نهضر في واحد الموضوع كيخصنا حنا المغاربة وعنده علاقة بكأس العرب. كأس العرب اللي نتوما عارفين أن كأس العرب غيتنظم في قطر، وإن شاء الله راه المغرب غيلعب أول مباراة نتاعو نهار 3 في الشهر ضد المنتخب جزر القمر. اللي كنشوف انا شي بعض الاعلام يعني العربي، انه بحال قلتي المغرب وحلهم هنايا، كيتكلموا عن المغرب بواحد الطريقه في شكل ملي كيقول له مثلا في التحاليل في واحد البرامج التحليل شنو كتصنف انه غيدي كاس العرب. كيذكروا بعض المنتخبات وكيقصوا المغرب. كيذكروا بعض المنتخبات انهم مرشحين وكيقصوا المغرب. المغرب كيقول حقا، كاين اللي كيقول حقا المغرب غيتقصى في الادوار الاول، كاين كيقول في الربع النهائي، وكاين بعضين اللي كيقولوا حقا المغرب غادي يفوز بكاس العرب. وانا كمغربي نقول لكم بان كاس العرب غيكون ان شاء الله نصيب المنتخب الوطني المغربي المشارك على فكره بمنتخب الرديف. معظم او جميع المنتخبات العربيه مشاركه بالمنتخب الاول، الا المغرب مشارك بالمنتخب الرديف، وبالتالي ما تقدرش تقللوا المنتخب المغربي. فالمنتخب المغربي يعتبر رقم واحد افريقيا وعربيا وضمن 11 الاوائل عالميا. واللي مغربي يبان في هذا الفيديو ان شاء الله نتلاقاو في استاد. حفظكم الله.